الحقيقه انا بجيتي للعراق اكتشفت هواي شغلات. اكتشفت ان انت فعلا تقدر تسوي انشوده تحرك بيها مو بس الاسماع بالضماير. احسنت. يعني انت قاعد تقدم اقدس خدمه ممكن ان الواحد يقدمها لشعبه ووطنه. احسنت. ومو بس لهذا، يعني حتى للمذهب احنا نحتاج هذه الاناشيد الثوريه، نحتاج ان ثوره الامام الحسين سلام الله عليه وغيرة ابو الفضل العباس اللي نشوفها هسه بهالجنود الغياره نعم. انها تكون يعني متواجده معانا بكل مكان. احنا فعلا قاعد نلاحظ هذا بالاناشيد، الحماس والغيره والتماس الثوره انها لابد هاي تظل معانا بكذا وقت، انها ما تروح منا. حبك لسيد مقتدى صدر الله يعزه، سيد القائد سماحه السيد القائد مقتدى صدر، اتلمسه بكل تحركاتك، يعني وين ما تروح انه سيد مقتدى قبالك تريد تقدم له وتريد ترسم حبك من خلال قصائدك واعمالك. فاتمنى لك كل التوفيق، ولكن هذا الحب الى يعطيك دافع اكبر لتقديم هذه الاناشيد. طبعا طبعا هذا وان كان انا اعتبره واجب. نعم. يعني سماحة السيد الله يحفظه ويديمه مو لانه فقط يعني من نعم. من ابناء عمومه يعني. نعم. ولكن هو ايضا قائد. نعم. قائد عربي، قائد اسلامي، قائد يشرف كل الناس وكل نعم. الناس تحكي بزوده. نعم احسنت. يعني الانشوده في حق هذا البطل نعم. المغوار شيء قليل يعني. صحيح. وان كان انا افتخر ان الواحد زين احنا يسمونا القافلين، احنا هم نقدر نسميك القافل. وبقوه. قوي يعني هسه احنا هذا سبق صحفي سيد علي قافل على القضيه، ايش راح تسمعنا الان سيد؟ والله انا حاليا سجلت انشوده. نعم. للسيد القائد. نعم. واتمنى انها تنال اعجاب الناس ان شاء الله، اتمنى كل التوفيق. راح اقول منها مقطع ان شاء الله. ابن عمي ابن عمي إلك روحي فدا ودمي، فخر كل الوطن انت وبيك اتفاخر باسمي. ابن عمي ابن عمي احس بقلبك الدافي يمطر ضوى وحنيه، واحس الوادم الفقر على حبك صفيت النيه. القمر من وجهك الضاوي اخذ يا ابن الصدر ضيق، القمر من وجهك الضاوي اخذ يا ابن الصدر ضيق. بيك اتباهى بين الناس شلتك تاج فوق الراس، نهر تجري ضوى واحساس وحبك يجري ويدمي. ابن عمي ابن عمي. والله والنعم منك واحسنت وطيب الله انفاسك.